حين يبتليك الله فهو أقرب إليك مما تظن وألطف بك مما ترى. ففي لحظات الضيق التي يثقل فيها القلب يكون لطف الله يعمل في الخفاء، يخفف ألما لا ننتبه لخفته، ويصرف شرا لا نعلم أنه كان في طريقه إلينا، ويزرع في داخل الروح قدرة على الاحتمال لم تكن موجودة من قبل. ورحمة الله بنا ليست دائما في رفع البلاء فورا، بل في أن يمنحنا السكينة أثناءه، وأن يفتح لنا أبوابا من القرب ولم نكن لنطرقها في أوقات الرخاء. فكم من قلب عرف الله حق المعرفة وفي الشدة، وكم من دعاء صادق ولد من بين الدموع، فصار البلاء طريقا إلى الطمأنينة بدل أن يكون طريقا إلى الانكسار. الله يعلم تعب القلوب قبل أن يقال، ويرى الدموع قبل أن تسقط، ويقدر الألم بميزان الرحمة لا بميزان القسوة، ولذلك لا يتركنا وحدنا أبدا. إن تأخر الفرج فمعه صبر يعين، وإن طال الطريق فمعه أمل يتجدد، وإن اشتد الألم فمعه وعد بأن بعد العسر يسرا، والعسر لا يدوم. ولطف الله يظهر أحيانا في أشياء صغيرة، كلمة مواساة تأتي في وقتها، سكينة مفاجئة في قلب مضطرب، أو قوة خفية تعين الإنسان على يوم ظن أنه لن يستطيع تجاوزه. هذه ليست مصادفات، بل رحمة تتنزل بهدوء. حين تبتلى فأنت في عين رحمة الله، حتى وإن شعرت بالوحدة. والله إذا أحب عبدا لم يتركه للألم بلا معنى، بل يجعل من البلاء سلما يرفعه ويطهر به قلبه، ويقربه إليه خطوة بعد خطوة، حتى يتحول الوجع مع الزمن إلى نور في الداخل. حين تلتقي الأقدار بالإيمان يصبح الطريق مهما طال أكثر طمأنينة، ندرك أن ما كتب لنا لن يخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن يوما لنا. في تلك اللحظة لا تختفي العقبات من حولنا، لكنها تفقد قدرتها على إخافتنا، لأن القلب امتلأ يقينا بمن أنزل القدر أنزله بحكمة لا تخطئ ورحمة لا تغيب. نخطو بثبات، لا لأن الطريق سهل، بل لأننا نعلم أن خلف كل مشقة لطفا خفيا، وخلف كل تأخير توقيتا أجمل مما تمنينا.